السلام عليكم منجزاتي الغاليات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بيتك مع سهام. اليوم أنا فرحانة بزاف باش نكون معكم ونقضيو هذا الوقت مع بعض باش نهضروا على موضوع كيهم كل أم وكل سيدة وكل امرأة. كل وحدة بغات الدار ديالها تكون منظمة وهادئة بلا ما يكون عليها الضغط زايد. اليوم غادي نهضروا على شي حاجة أكثر من مجرد ترتيب وتنظيم الدار. غادي نهضروا على كيفاش نعيشوا الحياة اليومية بلا توتر، كيفاش نحسوا بهذا الهدوء اللي كيخلينا نركزوا على راسنا وعلى وليداتنا ونستمتعوا باللحظات الصغيرة اللي ممكن تحسن حياتنا بشكل كبير. حبيباتي الغاليات، مرات كنلقاو راسنا مضغوطين بلا سبب واضح. كاين الفوضى في الدار، كاين التفكير المستمر في المسؤوليات، وكاين هذا الشعور اللي كيخلينا نحسوا اننا عمرنا ما غادي نكملوا كلشي بلا تعب. ولكن الحقيقة كل هذا الضغط يمكن نخففوا منه بخطوات بسيطة وبوعي صغير اللي غادي نكتشفوه اليوم مع بعض. وباش تكون الحلقة قريبة لكم بغيت نشارك معكم شوية ديال التجارب ديالي الشخصية. بزاف ديال الحوايج كنت كنشريها للدار بلا ما نفكر، بحال الماكياج، العطور، الأدوات الصغيرة كنجيبها جديدة، وكنت كنكتشف بعد الأيام أنها فعلا ما كانش ضرورية، وكانت غير كتزيد عليا الضغط والفوضى بلا ما نحس. الهدف اليوم ماشي الكمال، الهدف هو الوعي، والوعي باش نعرفوا شنو فعلا محتاجين وشنو اللي غادي يفيدنا ويفيد ولادنا، وشنو اللي غير كيجي من باب العادة أو الضغط الاجتماعي بلا فايدة حقيقية. مثال بسيط، عندك 10 ديال الطلال ديال العيون، ولكن في الحقيقة كتستعملي غير 2 منهم بانتظام، بحال 8 منهم غير كيسخنوا الرفوف وكيزيدوا علينا الضغط النفسي. نفس الشيء بالنسبة للعطور، كتشريها حيت عجباتك أو حيت ريحتها زوينة أو حيت كل شيء عنده، ولكن في الحقيقة ما كتستعمليهاش، كتستعملي غير 2 أو 3 فقط. وماشي غير المكياج والعطور، حتى أدوات المطبخ كتدخل في هذه الفئة. كتلقاو المعالق خاصة، أدوات تقطيع مختلفة، أو أجهزة كهربائية صغيرة، وكلها كانت تبان ضرورية في اللحظة، ولكن في الواقع ما كتستعملوهاش يوميا. هذا الشيء كيزيد في الفوضى ديال الدار وكيسبب توتر خفيف ولكن مستمر. وحتى هاد المنتجات ديال العناية والمكملات الغذائية مرات كنشريو بزاف ولكن ما كنستعملوهاش كلها. مثلا فيتامينات أو كريمات جديدة، في النهار الأول كل شيء واضح، ولكن مع الوقت كتنساو بعضهم وما تستعملوهمش، والنتيجة الضغط النفسي كل مرة كنشوفو خزانة عامرة. وهنايا نعطيك نصيحة عملية، ديري قائمة بالأشياء اللي فعلا كتستعملوها يوميا. شوفي أشنو اللي غادي يفيد كل يوم وشنو اللي ممكن تستغني عليه. كل شيء خارج هذه القائمة خذيها خطوة خطوة. قبل ما تشري حاجة جديدة قيمي واش فعلا محتاجها، واش غادي تستعمليها بانتظام او لا غير حاسه بالضغط باش تكوني عصريه، او باش كل شيء عنده هذا المنتج خصك تشريه حتى انتي. وهنا انا نعطيك النصيحه اخرى، قبل ما تشري ديري واحد الفتره ديال التامل قصيره، تصوري راسك تقريبا 3 ايام واش فعلا غادي نستعمل هذا الشيء. هذه التجربه كتساعد بزاف باش نقللوا من الشراء العشوائي ونتجنبوا الضغط النفسي اللي كيجينا من كثره الاشياء في الدار. وما نساوش حبيباتي ان الوعي في الشراء ماشي غير باش نوفروا الفلوس، ولكن باش نعيشوا الحياة اليومية أكثر هدوء وتركيز. كل شيء بلا فايدة كيأثر على الطاقة ديالنا وعلى قدرتنا نركزوا على المهم في الحياة، الوليدات، الزوج، راسنا، وحتى الراحة النفسية ديالنا. خلاصة القول، كل مرة قبل ما تشري سولي راسك واش فعلا محتاجاها. ديري قائمة بالأشياء اللي كتستعمليها يوميا وراقبي العادات ديالك. تجنبي شراء عشوائي اللي كيجي من الضغط الاجتماعي أو العادة. كل خطوة صغيرة غادي تخلي دارك منظمة والعقل مرتاح والحياة اليومية أسهل بلا ضغط. وهنا نقول لكم حبيباتي، من بعد ما تكلمنا على الوعي وشراء الاستهلاك، خلينا ندخلوا دابا في موضوع المسؤولية اليومية وكيفاش كتقدر تزيد الضغط النفسي علينا. المسؤوليات كثيرة، رعاية الأولاد، العمل، تنظيم البيت، الطهي، الغسيل، كل شيء على راسنا. مرات كنحسوا أن اليوم قصير بزاف والمهام كثيرة بزاف، وهذا الشعور كيخلق الضغط المستمر. لكن السر كيبقى في التعامل الذكي مع المسؤوليات، ماشي في الهروب منها أو محاولة نديرو كل شيء مرة واحدة. أول خطوة تقسيم المهام بين الزوجين. مرات كنعتقدوا أن كل شيء علينا، ترتيب البيت، غسل الملابس، غسل الأواني، طهي، ولكن إلا قسمنا المهام بطريقة عادلة كل واحد عنده دور كيخفف الضغط علينا وكتولي الحياة اليومية أسهل. كي منكم تقول لي الرجال ديالنا ما تيعاونوناش، فإلا ما تيعاونكمش رجالكم
ممكن انكم تبداو معهم غير بواحد النقطه اللي هي بسيطه، يرتبوا غير الملابس ديالهم. من يحيدوا الملابس ديالهم يطويوهم ويحطوهم في الخزانه. هذه افضل حاجه يقدروا يبداو بها. وايضا عودوا حتى وليداتكم يمشيو معكم في نفس المشوار. مثال بسيط، الزوج يقدر يتكلف بالغسيل او تنظيف المطبخ، والزوجه تركز على تحضيرات الوجبات او ترتيب الغرف. بالتناوب والتعاون كل واحد كيدير اللي يقدر عليه، وبالضغط النفسي كينقص بزاف. هذا بالنسبه للزوج اللي تيعاون. ثاني خطوه، تخطيط اليومي للمهام. ديري جدول صغير، اشنو غادي ندير اليوم في الدار، اشنو الوجبه اللي غادي نطيب اليوم، اشنو خاص الغسيل، اشنو تنظيف الضروري. التخطيط البسيط كيعطي نظره واضحه كل يوم، ما كيخليش العشوائيه، تيسيطر على حياتك وتتعرفي اشنو بغيتي ديري. المثال العملي، قبل ما تبداي نهارك كتقولي اليوم غادي نركز على غسل الملابس، تحضير وجبات العشاء وتنظيف المطبخ. كل مهمه محدده بزمنها وتعطي الشعور بالسيطره على اليوم بدل ما نحسو بالضغط. وكل حاجه تنديروها بالوقت المناسب ديالها. ثالث خطوه، استفاده من كل دقيقه بلا ما نحسو بالضغط. ممكن نستغلوا الوقت الصغير حتى 10 دقائق لتنظيف صغير، 5 دقائق لترتيب الغرف. كل خطوه صغيره كتخفف الفوضى، والعقل ديالنا كيحب التنظيم. وكل مره كنرتبوا فيها الدار كنحسوا بالراحه النفسيه اكثر. راه غير هذيك 5 دقائق ديال الترتيب ديال الغرفه غادي تعطيك نتيجه زوينه. نصيحه مهمه، المسؤوليات ماشي عائق للراحه النفسيه، بالعكس. التخطيط الذكي، التعاون مع الزوج والاستفاده من الوقت كيعطينا حريه اكثر، طاقه اكثر، وكتخلينا نستمتعوا باليوم بلا توتر. وما نساوش جميلاتي ان التعامل مع المسؤوليات اليوميه بلا وعي هو اللي كيخلي الواحد يحس بالتعب والارهاق بلا سبب. اما الا قسمنا المهام، نظمنا الوقت ووعينا راسنا على شنو المهم وشنو ممكن نتسناو، كتولي حياتنا سلسه اكثر ومريحه اكثر. ومن بعد ما تكلمنا على المسؤوليات اليوم، بغيت نهضر معكم دابا على واحد الجانب مهم بزاف في البيت، التوازن والتعاون بين الزوج والزوجه اللي هضرت لكم عليها من قبل. السر في الراحه النفسيه في الدار هو التوازن. كل واحد يعرف الدور ديالو وما يديرش الضغط على الاخر. اول نقطه، الزوج يقلل من المصاريف غير الضروريه، يحاول انه يصرف غير المصاريف اللي هي ضروريه. مثال، القهوه اليوميه اللي كيخرج على برا، الخرجات الكثيره بلا داعي، او شراء اشياء غير مخطط ليها. التصرفات كتقدر تزيد الضغط على الزوجه، وخصوصا اذا كانت المصاريف الدار محدوده. ثاني نقطه، الزوجه تقلل من التبذير. مثال، الكوافورات كل يوم، الحمامات المتكرره، شراء مستحضرات او لحوايج جديده بلا حاجه ليها. هاد الامور كتستهلك المال والطاقه بلا فائده حقيقيه، وكتزود التوتر في البيت. ثالث نقطه، تنظيم الاكل والاقتصاد في الضوء والماء، اعداد وجبات مسبقا، تقليل الاستهلاك المفرط للضوء والماء. وحتى تخطيط الاكل الاسبوعي كيساعد على التخفيف من الضغط النفسي وكيوفر الوقت والجهد. الهدف ديال هذا القسم، كل واحد ينقص من التبذير وكيعرف الدور ديالو في البيت، باش الدار تولي هادئه ومرتبه ومتزنه والجو فيها مريح لكل افراد العائله. وهنا غنعطيكم واحد المثال واقعي. سيده كانت كتشكي من التعب اليومي والشعور بالارهاق بلا سبب، ومنين بدات هي والزوج ديالها اتفقوا على تقسيم المصاريف وتنظيم البيت بشكل عادل، لاحظت ان الجو في الدار تبدل. الاولاد مرتاحين، الزوج اقل توتر، وهي كتستمتع باليوم ديالها بلا ضغط. وهنايا قبل ما تقولي ما نقدرش نجرب وتبداي بخطوه صغيره، مثلا هذا الاسبوع الزوج يشوف معك ميزانيه ويحدد المصاريف القهاوي او الخارجات ديالو، وانتي ديري خطه بسيطه لتقليل التبذير في الشراء او الكوافورات. النتيجه، كل خطوه صغيره كتساهم في الهدوء والتنظيم في البيت وكتخفف الضغط النفسي على الجميع. وفي الاخير كاين التوازن بين الزوج والزوجه، ماشي فقط المساله مال او اعمال منزليه، ولكن حتى الطاقه الايجابيه، احترام وقت بعضنا، وفهم المسؤوليات بطريقه ذكيه. كل واحد كيلعب الدور ديالو، الدار كتولي مكان هادئ ومريح لكل افراد العائله. دابا غادي نهضروا على النقطه المهمه بزاف اللي كتاثر على حياتنا اليوميه والضغط النفسي، العيش فوق المستوى ديالنا. هذه هي اكبر كارثه. كثير من الناس، خصوصا الناس اللي كيبغيو يعيشوا الحياه نيفو عالي بلا ما يكون عندهم امكانيه ماليه كافيه، مثلا شراء ماركات غاليه او هواتف جديده كل موسم،
إرسال الأولاد لمدرسة خاصة بلا داعي، أو محاولة المواكب أصدقائنا، والمجتمع بلا تفكير في الإمكانيات. هاد الشي كيزيد الضغط النفسي، كيسبب القلق الدائم، وكيأثر على راحتنا اليومية وحتى العلاقة مع الزوج والأولاد. نصيحتي ليك، تعلمي تعيشي على قد إمكانياتك، ركزي على الجودة ماشي على المظاهر. قبل ما تشري أي حاجة سولي راسك، واش فعلا محتاجاها؟ واش غادي تفيدني في الحياة اليومية ديالي؟ مرات الاختيار البسيط والمناسب هو اللي كيعطي الإحساس بالراحة أكثر من المظاهر الغالية. وحدة من أصدقائي كانت كل مرة كتقارن راسها بالآخرين وكتشري حوايج غالية باش تواكب المجتمع. النتيجة ديون، قلق، ضغط مستمر. منين بدات تعيش على قد إمكانية ديالها، ركزت على ترتيب ديال البيت، شراء أشياء الضرورية والجودة، لاحظت تحسين في الراحة النفسية ديالها والعلاقة في الدار. حضري الميزانية بسيطة وحددي المصاريف الأساسية والضرورية. كل ما بغيتي تشري حاجة جديدة سولي راسك، واش فعلا غنحتاجها؟ تذكري الهدوء النفسي والراحة في الدار أهم من الواجهة أو المظاهر. وفي الأخير، العيش على قد الإمكانية ماشي نقص أو فشل، بالعكس هو ذكاء وحكمة، كيخلي حياتنا أكثر راحة وسعادة، كيوفر الطاقة للتركيز على أشياء اللي فعلا مهمة لينا ولأولادنا ولعائلتنا. نقطة مهمة أخرى اللي كتضغط على كتير من النساء هي الخوف من الفشل. بزاف منا كيبغيو يجربوا مشروع بسيط باش يزيدوا الدخل ديالهم، ولكن الخوف كيسبب التردد والقلق، وكيخليهم يفضلوا البقاء في الروتين والاعتماد على الراتب فقط. هذا الخوف طبيعي، ولكن كيبقى عائق كبير قدام النجاح والراحة النفسية ديالك. ولاحظت هذا الشيء من التعاليق ديالكم في القناة. بعض النساء كيبغيو يبداو بيع صغير في الدار، فراشه، خياطة، كوزينة، أو أي مشروع منزلي بسيط. كتير منهم كيتردوا لأنهم كيخافوا المشروع ما ينجحش، ولا كيسمعوا كلام الناس اللي كيقلل من قدراتهم. ولكن اللي كيحققوا النجاح حقيقي هما اللي كيجربوا الخطوة بخطوة، ما كيخافوش من الأخطاء. بالعكس، من الأخطاء كيتعلموا منها ويصبروا على التجربة ديال الفشل. ماشي نهاية، ولكن درس لتقوية النفس والمهارات. نصيحة اللي غنقول لك، اختاري مشروع صغير ممكن تبداي به من الدار، تزيدي تعاوني به مصروف البيت بدون مخاطرة كبيرة. مثلا بيع منتجات بسيطة، خدمة ديال المنزل، أو أي مهارة تتقنيها. حدي الهدف ديالك واضح وبسيط، مثلا هاد الشهر بغيت نبيع 10 القطع فقط، ونبغي نتعلم مهارات جديدة باش نوسع الخدمات ديالي. خدي تجربة فرصة للتعلم، كل خطأ هو درس ماشي فشل نهائي. أهم حاجة ثقة بالنفس والإيمان بالقدرة على التحسن، وخطوة بخطوة. تذكري راسك ماشي كل شيء غادي يكون مثالي من النهار الأول، ضروري من المعاناة، ولكن كل خطوة صغيرة كتصنع الفرق كبير على المدى الطويل. سنشوفوا المستقبل. وباش نختصر كل اللي هدرنا عليه في بودكاست اليوم، هنا بعض الخطوات اليومية العملية اللي ممكن تبدأ بهم كل وحدة. الخطوة الأولى، وعي الشراء والاستهلاك. قبل ما تشري أي حاجة سولي راسك، واش فعلا محتاجها؟ واش هاد الحاجة غادي تخفف عليا الضغط ولا غادي تزيدو؟ اعملي قائمة بحاجات اللي كتستعمليها يوميا، وباقي الأشياء خديها بخطوة وخطوة باش تقيمي واش فعلا محتاجها. مثلا مكياج وعطور عندك بزاف منهم ما كتستعمليهمش، أدوات المطبخ كتزيد الفوضى، منتجات عناية أو مكملات غذائية بلا فايدة. تنظيم مسؤوليات اليومية، اخططي اليوم وجبات، تنظيف، غسيل، تحضير الوليدات، تقسيم المهام بين الزوجين باش كل واحد يساهم بلا ما يكون الضغط. استعملي طريقة بسيطة، قوائم يومية أو تقويم، بحيث كل مهمة واضحة وما كتراكمش عليك. توازن بين الزوج والزوجة، الزوج يقلل من المصاريف غير الضرورية، القهاوي، الخرجات الكثيرة، كماليات الغالية، والزوجة تقلل من التبذير، كوافورات، الحمام، شراء كل جديد بلا خطة. تنظيم الأكل، الاقتصاد في الضوء والماء، وتحضير المسبق للوجبات. الهدف كل واحد ينقص من التبذير باش البيت يكون هادئ ومنظم، والطاقة كامل كتكون العائلة والراحة النفسية. العيش على قد الإمكانية، ركزي على الجودة ماشي على المظاهر. الميزانية ضرورية، والمقارنة بالآخرين كتزيد الضغط النفسي ديالك. مثال حي، يمكن تختاري مدرسة عادية لوليداتك مع جودة تعليم مناسب بدل مدرسة غالية على قد الإمكانية، وهذا الشيء يخفف التوتر المالي. تجربة المشاعر الصغيرة بدون خوف، اختاري مشروع صغير ممكن يبدأ في الدار،
بلا محاضرة كبيرة. خذي تجربة، فرصة تعلم وتطوير، وتتذكري أن الأخطاء جزء من طريق النجاح. وكل تجربة صغيرة كتزيد ثقتك بنفسك وبقدرتك على إدارة حياتك اليومية والمالية. خلاصة هنا الهدف هو نعيش حياة منظمة متوازنة بلا ضغط، ونستفدوا من كل يوم بوعي وذكاء، سواء في التصرفات اليومية أو الشراء أو المسؤوليات المنزلية أو تجربة المشاعر الصغيرة لتطوير الذات. الهدف اليوم كان أننا نرجع لبيوتنا أماكن هادئة وبسيطة، ونخفض الضغط النفسي اليومي، ونحسوا بالراحة بلا ما نحسوا بالفوضى. تذكري جميلتي، الوعي أهم من الكمال. كل خطوة صغيرة كتقربك من الراحة النفسية تستاهلي الاحتفال بها. تجربة، صبر، توازن بين الحياة المنزلية والزوجية والشخصية كيخلقوا السكينة والاستقرار. النصيحة الأخيرة اللي غنقول لك، أي تغيير صغير كديريه اليوم غادي يعطي نتيجة كبيرة على مدى الطويل. خليو التركيز على اللي مهم لكم في العائلة، وباقي الأمور خليوها بسيطة بلا ضغط. تنقول لك وصلت لنهاية البودكاست، وما تنساوش تشاركوا الحلقة مع أصدقاء ديالكم. شكرا بزاف لكم على الاستماع، ومرحبا بكم في الحلقة الجاية من بودكاست بيتك مع سهام، باش نكملوا ونكتشفوا مع بعض طرق جديدة للراحة النفسية، تنظيم والاستمتاع بالحياة اليومية بلا ضغط بلا مشاكل. مع السلامة، تل بودكاست جديد.